الأهلي ينفي الدخول في مفاوضات مع نادي زد لضم مصطفى زيكو، ويؤكد زج اسمه لتحقيق أهداف معينة. الأهلي يفحص مصطفى العش بعد شكواه من إصابة خفيفة لتحديد جاهزيته لمواجهة مودرن سبورت. الأهلي ينفي رحيل أشرف داري، ويؤكد استمرار اللاعب في صفوف الفريق. الأهلي يكذب كريم حسن شحاتة بشأن تحفظ ريبيرو على أشرف بن شرقي. انقسام بين جماهير الأهلي بسبب الشناوي وشوبير، والبعض يرى هجوما نفسيا مقصودا على الشناوي. الأهلي يفتح ملف تجديد أحمد نبيل كوكا خوفا من رحيله مجانا لقاسم باشا التركي. أنباء مغربية عن اقتراب رضا سليم من الجيش الملكي وسفره لإتمام الصفقة. حازم خميس يحذر اللاعبين من المكملات المستوردة لاحتوائها على منشطات مجهولة المصدر. محمد شبانة: أحمد عبد القادر يفضل الانتقال لبيراميدز وليس الزمالك. أحمد شوبير: الزمالك لا يفوض بيرسي تاو ولن يضم أي لاعب فوق 30 عاما. جماهير الأهلي تنتقد تجاهل المجلس الأعلى للإعلام لتجاوزات خالد الغندور الأخيرة. مرتضى المنصور يعلن انتهاء خلافه مع الخطيب ويرفض الدفاع عن مصطفى يونس. شقيق حسام عبد المجيد: لا نية للرحيل للأهلي والتجديد للزمالك قيد التفاوض. وزير الرياضة أشرف صبحي: مصر مرشحة لاستضافة بطولة عالمية بتأكيد من رئيس الفيفا. سمير محمد: مهاجم الأهلي المعار لبتروجيت يعد بتقديم مستوى قوي للعودة. بيراميدز يسابق الزمالك لإنهاء 3 أو 4 صفقات منهم تونسي وسويدي قبل نهاية الميركاتو. ميدو والغندور حضروا حفل تتويج بيراميدز بدوري الأبطال، ما يعكس استمرار التوتر مع الزمالك. بيراميدز يرفض مجددا رحيل مصطفى فتحي للزمالك رغم اتفاق اللاعب مع الأبيض. محمد عادر لاعب سيراميكا يتعرض لإصابة قبل مواجهة الزمالك. مدرب الزمالك يانيك فيريرا يستبعد أحمد فتوح من حساباته أمام سيراميكا. طارق حامد يعرض نفسه على أندية خليجية بعد تراجع الزمالك عن ضمه. محمد السيد يرفض تجديد عقده مع الزمالك ويفكر في التوقيع لناد أوروبي في يناير. الزمالك يضم عمر عبد الله السعيد لفريق 2007 ويتجه لتصعيده للفريق الأول. أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام: لا تدخلات في التعيينات والحكام الأجانب خيار متاح للأندية. رويز: تقنية الفيديو لتقليل الأخطاء وليس حلها بالكامل، والأخطاء جزء من اللعبة. مدرب مالي ديانغ: لم يستشرني في تجديده مع الأهلي وهو من أفضل لاعبي إفريقيا في مركزه. ديانغ يلعب في ناد عملاق هو الأهلي، وهو بالتأكيد أكبر من نادي الخلود السعودي. مدرب مالي: مصر مرشحة قوية لكأس إفريقيا ومحمد صلاح يستحق الكرة الذهبية. ضياء السيد: ريبيرو قيم الفريق جيدا في الوديات وينتظر تحسن الأداء في الدوري. ضياء السيد: أي لاعب في الزمالك يجب أن يقاتل لحجز مكانه وسط المنافسة القوية.